في أحلام. ماما الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اوعي كده اعطيني الأول. تعالي يا ماما استريحي. طمنينا يا ماما، الدكتور قالك ايه؟ أبدا ولا أي حاجة، قال لي بس محتاجة شوية راحة. كلام دكاترة يعني، ما انت عارفة. الحمد لله على سلامتك يا ماما، قلقتيني عليكي خالص. لا ما تقلقوش، أنا كويسة اهو. لا يا ماما ده مش كلام دكاترة ولا حاجة، انت لازم تسمعي كلام الدكتور وتقعدي تستريحي. ارتاح؟ هو اللي يشوفكوا يعرف راحة؟ ليه بس كده يا ماما؟ ما احنا بنسمع كلامك والله بنساعد. بتساعدوني اه. طب خدي اختي الروشتة دي حطيها جنب اخواتها على بال ما انا اقوم اغسل المواعين اللي في الحوض دي. مواعين ايه بس يا ماما؟ هو مش انتي بتقولي ان الدكتور قالك ان انتي محتاجة شوية راحة؟ ما هو انا لو سبت المواعين دي 3 أسابيع قدام محدش فيكم هياخد باله ولا حتى يفكر ان هو يروح يغسل. لا ما تقلقيش يا ماما، ارتاحي انتي بس وانا هعملهم يعني في السهرة. في السهرة يعني بالليل يعني. بالليل ما تقلقيش يا ماما، هدخل وهعملهم واظبط لك المطبخ كله. شفتي بقى يا ماما؟ قالت لك هتعملهم هي. قولي لي بس الدكتور قال لك ايه تاني؟ هيقول ايه يعني الكلمتين بتوع كل مرة؟ راحة تامة في السرير، وحضرتك طبعا بتنفذي كلامه طبعا بالحرف الواحد. وكمان قال لي ما شيلش حاجات تقيلة. اه صحيح، وكمان قال لي ان اهم حاجة الدواء في ميعاد. روحي يا جوجو هاتيلي كوباية مية بسرعة عشان اخد الدواء. حباية ايه يا ماما؟ احنا ما جبناش العلاج اصلا. مش انتي قلتي لي دخل الروشتة جنب اخواتها؟ بقول لك ايه، الدكتور يقول اللي هو عايزه، لكن انا بقى اعمل اللي انا عايزاه. ادخلي يلا هاتيلي كوباية مية ما تعصبنيش. خلاص يا ماما، اهدي انتي بس وانا هدخل اجيب لك المية. لازم ازعق يعني عشان تعملوا لي حاجة؟ اوعي كده انت كمان يا ماما تنشر الهدوم. طب خليكي يا ماما وانا هنشرها. يا سلام يا اختي، ما هي قدامك من الصبح ما نشرتهاش ليه؟ ان ما كنتش اعمل حاجة بنفسي مش هتتعمل. كسرتي ايه يا زفت؟ شايفة عمال اختك ادي المرة اللي طلبت منها حاجة، حتى كوباية المية. اهدي بس يا ماما، الدكتور قايل ممنوع العصبية. برضه بتقولي لي الدكتور؟ انا قلت لك الدكتور ده يقول اللي هو عايزه، مش هيمشي كلامه عليا. ماما ياي. بقولك ايه، جانا قومي اغسلي المواعين اللي في الحوض دي علشان ما تتكومش بقى ويبقى في مواعين كتير، الحوض ما عادش مكفي. ثانية واحدة يا ماما. ايه؟ ثانية؟ يعني انا تعبانة ولسه جاية من عند الدكتور ومش قادرة اعمل حاجة وانتي تقولي لي ثانية؟ ده انا اللي طول الوقت بغسل لكم المواعين وبغسل لكم الهدوم وبنشر لكم الهدوم وبعمل لكم الاكل وبعمل لكم كل حاجة وما بتكلمش. وانا لما اجي اطلب منك حاجة عشان كمان تعبانة انتي تقولي لي ثانية؟ خلاص انا مش عايزة منك حاجة. ما تقوميش ما تعمليش حاجة. ربنا ما يحرجني ليكي. ربنا ما يحرجني ليكوا يا رب. انا هقوم واغسل المواعين مع اني تعبانة، بس هقوم واغسل المواعين ومش هطلب منك حاجة. وانتي بقى خليكي قاعدة كده وماسكة الموبايل. انا خلصت يا ماما هقوم اعملها. لا خليكي قاعدة، هنتعبك ليه استجان؟ لا خليكي قاعدة. انا بس يا ماما كنت برد على صاحبتك، برد عليها بس. ردي على صاحبتك براحتك يا حبيبتي ومالي، وكمان افتحي معاها موضوع واقولك انزلي اخرجي معاها وانا اللي هقوم اغسل المواعين. ربنا ما يحرجني ليكم، ربنا ما يحرجني ليكم. اطبخ ايه مش عارفة اطبخ ايه. بقولك ايه يا جانا، اطبخ لكم ايه النهارده؟ ممكن يا ماما تعمل لنا محشي وفراخ، او ممكن مثلا تعمل لنا صينية مكرونة بشاميل، وممكن برضو تعمل لنا صينية بطاطس باللحمة، واعمل لنا برضو يا ماما كيكة علشان ناكلها بعد الغدا، وعصير مانجا دقة ساقع متلج علشان نشربه بعد الغدا في الحر. يا سلام. كملي يا حبيبتي كملي. اصل انا ايه اللي شغالة اعمل لكم الحاجات، انتوا تطلبوا وانا انفذ، تطلبوا وانا